اهلا بيك في الدرس الاول من كورس كسر حاجز النطق، الكورس اللي قادر ان هو يوصلك للطلاقه في اللغه الانجليزيه وكمان هيخليك متمكن في اللهجه الامريكيه. قبل ما ابدا الشرح عايز اقول لك ان الكورس ده فقط متاح على اليوتيوب، قناه انجلش وذ اسس. ولو انت عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الكتاب والجروب اللي هيكون خاص في الواتساب الخاص بالواجبات والتمارين والاسئله والممارسه، كل الحاجات دي هتلاقيها في الوصف، او كمان ان انت تشوف حلقه المقدمه اللي انا شرحت فيها كل التفاصيل. أول درس بتاع النهارده هنتكلم فيه عن الحروف الأبجدية والأصوات بتاعتها بأمثلة كتيرة جدا عليها، وكمان هناخد الفروقات اللي موجودة ما بين الحروف زي ال A, E وال I، وكمان الفروقات الكبيرة اللي موجودة ما بين حرف ال B وحرف ال P، وكمان فروقات كتيرة جدا وأمثلة كتيرة جدا سواء بكلمات أو بجمل. كل الحاجات دي وأكتر هتعرفها في درس النهارده. أنا محمد أسامة، وكل اللي أنا عايزه منك دلوقتي إن أنت هتفتح معايا الكتاب، كبر الشاشة، يلا نبدأ على طول. يلا على طول ندخل في الشرح. معانا كورس كسر حاجز النطق. طبعا الناس اللي معاها الكتاب تقدر تفتح معانا الكتاب على طول، او الناس اللي مش معاها الكتاب عادي ان انت تتابع معانا الشرح من هنا. ولو انت عايز الكتاب تقدر تطلبه من الوصف، هتلاقي فيه الوصف كل المعلومات الخاصه بالكتاب. يلا على طول عايزك تفتح معايا بيج 1 اول صفحه، واللي هنتكلم فيها عن حروف اللغه الانجليزيه، الانجليش الفابت. لازم تبقى عارف ان حروف اللغه الانجليزيه 26 حرف. هتلاقي كده قدامك الحرف وجنبه قوس كده، القوس ده فيه اسم الحرف نفسه بيتقال ازاي. طبعا احنا عارفين ان في حاجه اسمها اسم الحرف وصوت الحرف. طبعا اسم الحرف اللي هو الاسم اللي قدامك ده اللي هو اسمه A، ولكن الصوت بتاعه هتلاقي حرف ال A ليه اصوات كتيره جدا، منهم حرف او صوت ال آ. طبعا الاصوات ده هندرسها واحده واحده. تعالى الاول ندرس الحروف نفسها بتتقال ازاي، وبعد كده الاصوات دي كده كده على مدار الكورس هنبدا فيها واحده واحده. اهم حاجه معانا ان انت تكرر ورايا، لازم تكرر ورايا كل كلمه انا بقولها وكل حرف، والاهم ان انت تقولها بالطريقه الصحيحه. يلا على طول عايزك تقول ورايا. هنقول الحرف، الاسم بتاعه، وبعد كده مثال عليه. يلا على طول نبدا. A apple apple. B bear bear. C cat cat. D dog dog. E egg egg. F fish fish. G goat goat. H hello hello. I ill. J jump jump. K king L line M nail O ox P panda Q queen R rabbit S snake T tiger U up V vest W window X X-ray Y yoga Z zoo. طبعا حروف اللغة الإنجليزية زي ما قلنا هم 26 حرف،
ولكن عندنا منهم 5 حروف متحركين وهم A E I O U اللي احنا بنسميهم vowels، وعندنا 21 صوت ساكن اللي هم الكونسونانتس. وزي ما قلنا ان في فرق ما بين اسم الحرف وصوت الحرف، وكانت الحاجات اللي ما بين الاقواس اللي موجوده فوق دي هي الصوت نفسه بتاع اسم الحرف، ازاي بنقدر ننطق الاسم ده في اللغه الانجليزيه. وبالنسبه لصوت الحرف احنا قلنا ان احنا هنبدا ندرسهم واحده واحده وبالتفصيل، وهنبدا من درس النهارده كمان نشرح في الاصوات دي. بالنسبه لحروف اللغه الانجليزيه في ناس كتير قوي بتغلط في نطق بعض الحروف نفسها، زي مثلا حرف الاف، في ناس بتقول عليه اف مع ان الكلمه دي اصلها اذا او لو، اللي هي كلمه اف تتكتب كده، انما حرف الاف بيتنطق اف. بعد كده عندنا حرف الام، في ناس بتغلط فيه بتقول ام ولكن هو ام. نفس الفكره حرف الان بيتقال ان مش ان. وبرضه حرف الاس مش اس. اتمنى تكون بتقول ورايا. بعد كده عندنا حرف الاكس مش اكس. اخر حرف بقى وهو من الحروف اللي ناس كتير قوي بتغلط فيها وهو حرف الاتش، بنقول عليه اتش مش اتش اللي هي حكه، زي الشخص اللي بيحك ايده كده، حكه اللي احنا بنسميها في المصري كده هرش. فالحرف اسمه اتش والكلمه اسمها اتش. الحرف اللي احنا محتاجين نركز عليه بعد كده وهو حرف ال، وخلي بالك ان ده مش حرف اللام بتاع اللغه العربيه، لا ده مختلف تماما عنه. يعني مثلا حرف اللام احنا بنقول عليه لام. عشان تجيب الصوت ده صح، كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تفتح الفم زي الصوره كده بالظبط. هتخلي اللسان يكون قريب، او طرف اللسان كده يكون قريب من الفك العلوي، او ان هو يلمسه، وطبعا هيكون خلف الاسنان العلويه. فبنقول اوه طبعا الصوره اللي قدامك موضحه كل حاجه، ان انت لازم وضع اللسان بالنسبه لك يكون عامل كده بالظبط، طرف اللسان خلف الاسنان على طول، وبتقول اوه. يا ريت وانت بتكرر ورايا تخلي الشكل ده هو اللي موجود عندك بالظبط. يلا عايزك تخلي الشكل ده موجود قدامك وانت تقول ورايا الكلمات دي: line lime language life lesson learn. بعد كده معانا حاجه اسمها tongue twister. عشان تبقى عارف التانج تويسترز من البدايه كده، هي عباره عن جمل او كلمات. الجمل دي بتكون صعبه شويه او بتكون مركزه على حرف معين او حرفين، زي مثلا الجمله اللي قدامنا دي مركزه على حرف الار وحرف ال. عندنا كده في اللغه العربيه لما يقول لك قول لي مثلا قميص نفيسه نشف ما نشفش، هو هنا بيلعب على صوتين او 3 بيكون صعبين شويه في النطق، وانت لما بتحاول تجيبهم مره ولا 2 بالطريقه دي بيكون الموضوع بالنسبه لك اسهل لما تلاقيهم في جمل وكلمات تانية. يلا عايزك تقول ورايا المثال ده: red lorry yellow lorry red lorry yellow lorry red lorry yellow lorry. لو ما جاتش معاك من الاول ممكن تكرر مره واثنين وثلاثه و10 لحد ما تيجي معاك، ما تقلقش. بعد كده معانا حرف الار. حرف الار نفس الفكره، فيه مشكله لان هو قريب من صوت عندنا في اللغه العربيه وهو حرف الراء، ولكن هو مختلف تماما. وخلي بالك ان حرف الار ده عشان هنقابله كتير جدا قدام، صوت حرف الار بيختلف بناء على الحرف اللي قبله والحرف اللي بعده، فبالتالي هتلاقيه ليه مخارج كتير جدا جدا، وهنتكلم عنها بالتفصيل حرف الار ده بالذات. حرف الار المخرج بتاعه قريب جدا من مخرج حرف ال، ولكن في اختلاف بسيط ان حرف الار اللسان مش هيكون لامس الطرف العلوي. انا عايزك تركز معايا في الصوره دي، اللسان هيعمل نفس الشكل ده، وبقدر الامكان خلي لسانك ما يلمسش الجزء العلوي من الايه، من الفم. فنقول ear air or انا عايزك تكون عامل الشكل ده معايا وانت بتقول الصوت ده صوت حرف الار، فبنقول خلي الشكل ده دايما في بالك. ولو ما جاتش معاك واحده واحده صدقني هتيجي معاك، ما تقلقش هنتمرن عليها كتير جدا. حرف الار ممكن يجي في اول الكلمه وساعتها الفم هيكون مضموم شويه، زي مثلا كلمه red
red red. أو زي كلمة rabbit rabbit. قرر ورايا rabbit rocket rocket rust. ممكن كمان حرف الار يجي في وسط الكلمة والفم مش بيكون مضموم قوي زي الأول يعني، فبنقول term 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 perfect perfect perhaps perhaps par par. وممكن كمان يجي في آخر الكلمة زي كلمة mother her later or later star star. حرف الار هتلاقي فيه قاعدتين مهمين جدا لو انت عرفتهم هيريحوك كتير جدا في حرف الار. يعني مثلا حرف الار لو جه قبله حرف الاي، حرف الار لو جه قبله حرف الاي، حرف الاي لا ينطق تماما. زي مثلا كلمة term، لو انت شايف احنا قلنا تا term right، فاحنا ما قلناش حرف الاي، ما قلناش مثلا term، لا قلنا term على طول. كلمة mother فقلنا mother، بعد صوت ال the في r بس ما فيش حرف الاي، فبالتالي الاي لا تنطق قبله. نفس الفكرة كلمة later ter تيجي بعدها r. person person بعد ال p ال r على طول فقلنا person. يبقى إذا حرف ال r لو جه قبله حرف ال e لا ينطق. لو حرف ال r جه قبله حرف متحرك تاني غير ال e، طبعا الحروف المتحركة احنا لسه قايلينها ال a i o u وطبعا ال e، ولكن طبعا احنا ال e قلنا ان هو لو جه قبله حرف ال r ما بيتنطقش. لكن لو جه قبل حرف ال r اي حرف متحرك تاني بنطول في صوت الحرف المتحرك فبننطقه عادي جدا. زي مثلا كلمة star star لازم تركز على الصوت المتحرك. for خلي بالك احنا قلنا for. بعد كده كلمة park park فاحنا ركزنا على الصوت اللي قبل حرف الار. وطبعا في حاجات كتيرة جدا تخص حرف الار ولكن هنتكلم عنها في الدروس اللي جاية. خلي بالك ان الدرس الاول هو عبارة عن تمهيد للدروس اللي جاية، فلازم تركز فيه وهتلاقي حاجات كتير قوي مشروحة اكتر في الدروس اللي جاية. ما ينفعش ان انا اديك كل حاجة مرة واحدة في الدرس ده. اخر حرف عندنا في اللغة الانجليزية طبعا هو حرف الزي، فاحنا بننطقه في اللغة الانجليزية الامريكية زي، وفي البريطاني بينطقوا زاد. فانت عايز تقول زي او زاد الاتنين صح. زي كلمة زو or zebra الاتنين صح وتنطق بالطريقة اللي تعجبك. بعد كده عندنا الفرق في النطق ما بين حرف ال A E I. عايزك تركز معايا جدا جدا في الفرق ما بين الثلاث حروف دول. اتقانك للثلاث حروف دول صدقني هيريحك من 30 ل 40% من النطق في اللغة الإنجليزية. ركز معايا وردد ورايا كل حاجة أنا هقولها. أول حرف هنتكلم عنه هو حرف ال A. عايزك تركز جدا في نطق حرف ال A. شكل الفم بيكون مفتوح حوالي تقريبا 4.5 سنتي، وانت بتقول صوت الحرف عايزك تاخد راحتك، فبتقول بتلاقي ان اللسان مرتاح كده قريب جدا من الفك السفلي، فبنقول والفم مفتوح. عارف عندنا في العربي بنقول ألف فتحة، ألف فتحة ألف فتحة فاحنا بنقول زي كلمة ad band ad. وبعد كده tan an sat lad. لما تحس ان انت مش قادر تنطقه او مش عارف تنطقه قول ألف فتحة وانطق الكلمة على طول. lad van hat. عايزك تقرأ ورايا الجملة دي. Pam and Dad are on the van. خلي بالك ان احنا بننطق بالراحة جدا عشان انا عايزك توصل لمرحلة ان احنا في الاول بننطق بالراحة بس بعد كده طبعا هننطق اسرع. Pam and Dad are on the van. الجملة التانية بتقول the cat sat on the mat. طبعا كلمة it اللي مكتوبة دي مكتوبة طبعا هي زيادة عن الجملة. The cat sat on the mat. الناس اللي معاها الكتاب ممكن تحذف الكلمة دي من الجملة. بعد كده Dad has a black bag. طبعا لو حاسس ان في حاجة فايتاك او ان انت عايز الشرح يكون ابطأ من كده ممكن تكتب لي الكلام ده في الكومنتس، او لو انت عاوز تعيد حاجة تاني حاسس ان هي تاهت منك ممكن ترجع كام ثانية لورا.
بعد كده عندنا حرف الاي. حرف الاي من الحروف المميزه جدا في اللغه الانجليزيه، واللي ناس كتير بتغلط فيها لان هي قريبه من صوت حرف الاي. طبعا دي ممكن تكون حاجه غريبه جدا بالنسبه لك انت تسمعها، لان حرف الاي احنا دايما متعودين ان احنا بنكسره، ولكن حرف الاي مش مكسور، فاحنا مش بنقول اي، مش دايما بيتقال اي. فوق كنا بنقول الف فتحه فاحنا كنا بنطول فيها. هنا احنا عايزين نكون سريعين قوي، فهنقول بدل ما نقول bad فهنقول bad، سريعه كده. bad، مش هنقول bid، مش هنقول bid. لو قلنا bid يبقى مكسوره، هناخد الكسره كمان شويه، فهي bad. tan، tan احنا قلنا فوق tan صح؟ لو قلنا فوق tan، تحت tan، فوق tan، هنا tan اللي هو رقم 10، فمش بنقول 10 tan. بعد كده قلنا فوق sad، تحت sad. sad ركز فيها تاني، ممكن تعيد الحته دي كذا مره. sad sad يبقى دي at سريعه كده. بعد كده led leg tad، يبقى احنا مش بنكسر، مش بنقول bid، بنقول bad. يبقى تعالى نقرا اول جمله بتقول Rex and the hen get fed. Rex and the hen get fed. بعد كده the hen is on the red bed. The hen is on the red bed. آخر جملة that has a web. That has a web. تعال نشوف بقى الحرف اللي فيه الكسرة وهو صوت حرف الاي. هو ده بقى الحرف المكسور مش حرف الاي، فبنقول إيه. لو انت ملاحظ ان الفم هيكون واخد وضع الابتسامه كده، وتحس ان اللسان مرفوع شويه زياده عن اصوات اللي فاتت، اللي هي حرف الاي اللي احنا بنقول عليه او حرف الاي اللي احنا بنقول عليه او حرف الاي بقى ده اللي هو المكسور بنقول عليه ايه. خلي بالك ان الفم بيكون واخد وضع الابتسامه اللي موجوده قدامك دي، فبنقول sit با big با ده صوت حرف البي، اللي هو صوت حرف الاي، اللي هي صوت الجي. big rig fit lid. بعد كده عندنا الجمل the fish is in the dish. The fish is in the dish. Said the cat hid a pit. Said the cat hid a pit. آخر جملة Tim will visit his dad. Tim will visit his dad. The cat in the bed can eat the big red apple. The cat in the bed can eat the big red apple. We will sit under the big tree. We will sit under the big tree. آخر جملة Rex can hit the big red chip. Rex can hit the big red chip. بعد كده عندنا الفرق ما بين حرف البي وحرف البي. خلي بالك ان ده في فرق ما بينهم عظيم جدا، وعدم معرفتك بيه بيخليك تدخل اصلا في اصوات وكلمات مختلفة جدا. اول حرف هو حرف البي. خلي بالك ان حرف البي عامل زي عندنا الباء في اللغة العربية، فبنقول باء. بتحس ان في ذبذبة كده وانت بتطلع الصوت. با في صوت كده ملاحظه هنا في الذبذبة في الاحبال الصوتية اهي. با كده في هواء هيطلع من الصوت او من الفم. ركز بقى في الذبذبة اللي موجودة في الاحبال الصوتية. لو حطيت صباعك كده على الاحبال الصوتية هتحس ان في ذبذبة طالعة معاك. با يلا عايزك تقول ورايا بقى. bear bee bark bed big ban. تعال بقى نقول الجمل. The boy bought a big ball. الجملة التانية هتلاقيها تكرار من الجملة الأولى فهسيبك منها. يلا الجملة التالتة بتقول The bird is on the branch. The bird is on the branch. ده بالنسبة لصوت حرف البي. حرف البي
وده الصوت بقى التاني اللي هو بيخرج هواء من الفم، نفس الصوت بالظبط، ولكن انا هخرج هواء من الفم وما عنديش اي ذبذبه في الاحبال الصوتيه. انت ملاحظ معايا مفيش اي ذبذبه عكس اللي فات كان فيه ذبذبه. طيب يلا كده نشوف البي، فبنقول بتحس ان فيه هواء طالع. لو انت ماسك منديل على ايدك المنديل ده بيطير. يلا قول ورايا كده plan plan pan pan pig pig pea pea pear pear up up. يلا نقرأ الجمل مع بعض. Pam picked pink flowers. Pam picked pink flowers. الجملة الثانية The pen is on the paper. The pen is on the paper. الجملة الثالثة Peter plays piano every day. تعال ناخد بقى جمل باستخدام الحرفين. أول جملة بتقول Bob put the book in the bag. الجملة الثانية Pam put butter on the bread. Pam put butter on the bread. الجملة الأخيرة Paul baked bread for Bob. Paul baked bread for Bob. Paul baked bread for Bob. بعد كده بالنسبة للواجب طبعا هيكون أكتر للأشخاص اللي موجودة معانا في الجروب أو اللي معاهم الكتاب، لأن طبعا أول سؤال هيكون عبارة عن جمل. الجمل دي هتكون موجودة في مقطع صوتي، الجمل دي احنا هنبعتها على الجروب، فكل اللي عليك إن أنت هتسمع الجمل اللي موجودة في المقطع الصوتي ده وتكتبها عندك في الدفتر، سواء كان في النوتس اللي موجودة عندك في الصفحة اللي بعد كده، أو إن أنت تكتبها في صفحة خارجية وتبعتها لي على الجروب. والسؤال الثاني هيكون طبعا عباره عن جمل، كل اللي انا عايزه منك ان انت تقرا لي الجمل دي بصوت واضح في تسجيل كده او ريكورد، تبعتها لي على الجروب عشان اعرف مدى اتقانك للاصوات اللي احنا اتكلمنا عنها، وخاصه الاي اي اي وكمان صوتين البي والبي. مش عايزك تقلق لو انت ما جاتش معاك اي حاجه من الحاجات دي من اول درس كده، كل الحاجات دي هنتكلم عنها قدام بشروحات اكتر. ان انت تعمل غلطات في الاول ده عادي جدا، الشرح ده كله هيتكرر عليهم في الدروس اللي جايه، دي مجرد البداية فقط. ما تنساش تكتب لي رأيك في الكومنت، صدقني رأيك مهم جدا بالنسبة لي، ولو عندك أي سؤال أو استفسار يخص الحلقة بتاعت النهاردة عايزك برضو تكتبها لي في الكومنتس. وبالنسبة للناس اللي موجودة معانا على الجروب هستناك ان انت تحل الواجب وتكتبه لي على الجروب، هتلاقيني متابع معاك بشكل شخصي، ولو انت عندك أي مشكلة أو تصحيح هتلاقيني معاك. لو انت لسه جديد معانا ما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الدروس الجاية أول ما تنزل. يلا أشوفكم إن شاء الله في الدرس الجاي، أشوفكم على خير.